في غياب قائده محمد صلاح وحارس مرمى محمد الشناوي، يبحث المنتخب المصري عن بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس إفريقيا، وذلك حين يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية مساء الأحد على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو. انطلاقة جديدة في كأس الأمم يخطط لها الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية، فبعد طي صفحة سلسلة التعادلات التي طغت على المباريات الثلاث في الدور الأول، يدرك المدرب روي فيتوريا أن الهامش المتاح أمام فريقه لا يتسع إلا للفوز، وهو ما يتطلب علاجا للأخطاء الدفاعية المكلفة مع التركيز على استغلال الفرص التي تلوح للتهديف منذ الدقيقة الأولى. لقد تحدثنا مع اللاعبين ووضعنا استراتيجية خاصة. علينا أن نكون فريقا متماسكا وتنافسيا وصلبا. نواجه الكونغو وهو فريق يتحلى بالتركيز ولديه لاعبون مؤثرون في كل مراكز اللعب. علينا أن نحافظ على تركيزنا ل90 دقيقة، فلن تكون مباراة سهلة. إن شاء الله بإذن الله مستعدين بشكل كويس للماتش اللي جاي. ماتش الكونغو الديمقراطية ماتش كبير طبعا، ومفيش فرقة سهلة طبعا الفترة دي، والقارة الأفريقية طبعا والمنتخبات طبعا فيها تطور بشكل كبير جدا في الكورة، وإن شاء الله مستعدين بشكل كويس إن احنا نتأهل للدور القادم بإذن الله. منتخب الكونغو الديمقراطية في المقابل تأهل بذات الطريقة التي بلغ بها الفراعنة المراحل الإقصائية، ورغم اعتراف المدرب الفرنسي سيباستيان دو سابر بدرايته الكبيرة بالكرة المصرية، فإنه يفضل رفع الضغوط عن فريقه والحديث عن خصمه كمرشح للفوز. طلبت من اللاعبين أن يقدموا 150% مما لديهم في كل المواجهات، فهذه مناسبة كبيرة للكونغو وهم متحفزون بشكل استثنائي للعمل الجاد، ونعرف أننا الطرف المتحدي وأن مصر هي المرشحة للفوز ولا مشكلة لهذا بالنظر إلى ماضي مصر في البطولة، لكن نعرف أيضا أنه من الممكن أن نتجاوز هذا الدور. السرعة الخاطفة للفهود خصوصا في الخط الأمامي تتطلب حذرا كبيرا من الدفاع المصري، لكن الطاقم الفني للفراعنة يظل مطالبا قبل كل شيء بإيجاد بدائل مناسبة للغيابات التي تضرب مختلف الخطوط. الأفضلية التاريخية للمصريين أمام منتخب الكونغو الديمقراطية لا تغني عنهم شيئا على أرضية الميدان، فالفوز مطلوب حين يلتقي الطرفان كي تنكسر سلسلة التعادلات ويظهر الوجه الحقيقي للفراعنة.